السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ ما تنسوش تذكروا الله. هعمل بقى معاكم كيكة بدون دقيق. ازاي؟ هنشوف بقى مع بعض. معايا بقى 400 جرام من البسكويت السادة، ممكن تستخدموا اي نوع بسكويت سادة. هنحطهم بقى في الكب او في المطحنة وهنطحنهم ناعم. ده شكل البسكويت بعد ما طحنته، هو شبه البقسماط المطحون شوية. اهم حاجة تتأكدوا ان هو مطحون كويس. هستخدم بقى 3 معالق كاكاو خام كبار، ممكن تستخدموا اي نوع كاكاو عندكم. هحط بقى معلقتين سكر كبار ومعلقة كبيرة ممسوحة بيكنج باودر. هقلبهم بقى مع بعض كويس جدا. ودلوقتي بقى على المكونات اللي قلبتها دي هنزل عليهم باللبن كده بالتدريج، بحيث ان العجينة ما تسيلش مني خالص كده. انا عايزاها تكون متماسكة شوية زي بتاعة الكيكة كده بالظبط. اهم حاجة خلي بالكم، علشان في بعض انواع من البسكويت بتشرب مية كتير او لبن كتير، علشان كده تنزلوا عليها باللبن كده بالتدريج. وده كده يكون شكل العجينة، احنا عايزينها بالشكل ده كده بالظبط. الصينية بتاعتي بقى اللي هستخدمها هدهنها كده زيت كويس في الأرضية وفي الجناب علشان الكيكة بتاعتي ما تلزقش. وبعدين بقى هنزل عليها بالخليط اللي احنا عملناه. اوزع بقى كده العجينة بالتساوي. هنخبط بقى الصينية كده على الرخامة او على الارض بحيث انها تطلع كل الهواء اللي فيها. دخلها بقى الفرن على الشبكة لمدة نص ساعة، وطبعا هكون مسخنة الفرن قبلها. اعمل بقى الكريم شانتيه واجهزه عقبال الكيكة ما تستوي. معايا بقى 150 جرام كريم شانتيه، انتوا استخدموا الكمية اللي تحبوها. حطيت عليها معلقتين سكر وحطيت عليها ربع كوباية لبن. برضه هنحط اللبن بالتدريج علشان الكريم شانتيه ما يخفش مننا، احنا عايزينه متماسك كده. وبعد ما خفقت كويس الكريم شانتيه هحط عليه معلقة كاكاو خام وشوية لبن صغيرين كده وهضرب فيه. معايا معلقتين زبدة وكوباية كبيرة لبن. هسيبهم بقى على النار لغاية ما يغلي كده، او يعني يبقى داخل على غليان، وبعدين هحط على الشوكولاتة اللي انا معايا 100 جرام من الشوكولاتة الخام او الشوكولاتة بتاعة الطبخ. هسيب بقى كده الشوكولاتة تسيح مع اللبن وهنروح نشوف الكيكة. نتأكد بقى من السوا بتاع الكيكة بخلة كده او بشوكة، يعني اهم حاجة ما تطلعش معانا عجينة، وبكده تكون استوت. هحط بقى عليها الكريم شانتيه. بصراحة انا ما قدرتش استنى لما تبرد خالص لان احنا كنا مستعجلين عليها جدا. حطيت الكريم شانتيه كانت لسه يعني دافية شوية، وهوزعها عليها كلها. وكده بقى وزعت عليها الشوكولاتة خلاص. بص انا مزجت الاتنين مع بعض، يعني احنا حبيناها كده تكون الصوص كله داخل في بعضيه، يعني عشان كده الكريم شانتيه مش متماسك. انتوا طبعا يعني بعد ما تعملوا الكيكة هتستنوا عليها بعد ما تبرد وتوزعوا عليها الكريم شانتيه وتحطوها في التلاجة، هيكون متماسك معاكم. وده كده يكون شكل الكيكة بعد ما خلصت. يا رب يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واكتبوا لي في الكومنتس عايزين تشوفوا ايه الفيديوهات اللي جاية. وفي نهاية الفيديو متنسوش تصلوا على النبي وبس. باي.